النسوية عدوة الرجل. سلام، مرحبا بكم في حلقة دقيقة ولا يمكن كثر في هذه الحلقة. بزاف منا عندهم مفاهيم غالطة وخاطئة على المعنى الحقيقي والأساسي ديال النسوية، لدرجة أنه كثرات في مواقع التواصل الاجتماعي واحد الظاهرة فين رجال ولا الدراري كيحطوا كومنتيرات على احد الفيديوهات فين كتكون المراه كتهضر على شي موضوع اولا كتعبر على الراي ديالها ولا كتهضر على شي اختلاف، وكيتهموها بالنسويه على اساس انها جريمه وفعل خاطئ معادي لقوانين الطبيعه. اللي خصنا نفهموا انه ما خصناش نربطوا احداث ومعنى النسويه بالاحداث ديال فين النساء مثلا كيخرجوا اضراب، انهم ما لابسينش حوايجهم باش يثبتوا شي حاجه، ولا كيرتكبوا بعض الافعال الخاطئه باش يثبتوا المفهوم ديال النسويه الخاطئ. النسويه والهدف السامي ديالها هو التوعيه، هو تحقيق العدل والقانون والتوازن ما بين الرجل والمراه، ماشي الغاء الرجل. بجوجهم خص تكون عندهم نفس المكانه وخص يكنوا الاحترام لبعضياتهم. ومثلا الى الرجل كياخذ واحد الراتب معين على واحد الخدمه معينه، فالمراه اذا دارت نفس الخدمه خصها تاخذ نفس الراتب وكتستاهل نفس الحقوق بحال داك الراجل. كذلك احد الاهداف ان المراه ما تاثرش بالولاده وبحياتها الشخصيه كما الراجل ما كيتاثرش في حياته الشخصيه فاش كنكونوا كنهضروا على الموضوع المهني. يعني الى شي راجل مثلا كان خدام في شي شركه وتعرض له بعض الامتيازات الاضافيه انه يخدم في ديك الشركه، فحتى المراه كتستاهل نفس الشيء حتى ولو انها غابت واحد الفتره على الشركه باش تولد ولا كانوا عندها ظروف شخصيه. صوت المراه وفاش كتهضر وكتعبر فهو ماشي تمرد، فهو فقط كتعبر على راسها وذاتها وانها واعيه باش تقدر تتكلم مع ناس اخرين وتعبر على راسها في وسط المجتمع. الا انت كيضرك احترام المراه وتعبيرها عن رايها، فالمشكل ماشي في النسويه، المشكل في رجولتك وانك مشكك في رجولتك. لنغير سلوكنا.